السلام عليكم حبايبنا الغاليين. ان شاء الله بقى النهارده هحضر لكم ايه، طبق كده بقى مختلف، طبق مكرونه بالونيز بصلصه البالونيز. الصلصه اللي احنا هنحضرها دي الصلصه اللي بنستخدمها في اللازانيا او بنستخدمها في مكرونه البالونيز. مكرونايه بالونيزا تحفه. يلا بينا نعملها. هننزل بزيت زيتون. اول ما يسخن كده ايه وسط، هنزل بالبصل وبالجزر. بعد ما الجزر والبصل يتبالوا كده هننزل بالكرفس، وبعدين ننزل باللحمه عليها. لما تبدأ كده تغير لونها هنزل عليها بشوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين. بس هي دي البهارات بتاعتها، عايز تحط سنة مرقة مفيش مشكلة. بعد ما لونها وصل معايا كده خلاص اللي اتعصجت، بنزل عليها بعصير طماطم ومعلقة صلصة صغيرة وريحان فريش لو أمكن، يا ريت يعني حاجة مهمة. لو أمكنش عادي. بعد ما الطماطم اتسبكت كويس هننزل بالمكرونة بتاعتها. بعد كده بقى ننزل بشوية ورق كرفس ونقلبها كويس ونرجعها على النار. بس كده دي المكرونه البولونيز بعد ما خلصت. يعني ايه، حاجه بالونيزه كده تحفه. نبدا بقى اللي احنا نغرفها. بسم الله. هندوق بسم الله. حاجه ايطالي تحفه. قصه واحده بتعمل الحوار كله. ايه، بنسوي الطماطم الاول على النار، بنعملها كده بطريقه الكونكاسيه، وبعد كده نشيل القشره بتاعتها او حتى لو بالقشره بتاعتها مفيش مشكله، بنضربها في الخلاط وبعد كده بننزل عليها ايه زي ما احنا شفنا. بس كده ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنساش لو ما بتعرفش تطبخ تاكلش اندومي، تعالى اتعلم وصفات الكومي. سلام.